يعني التعامل مع هذه القرارات بالعنتريات، لو كنا نتعامل بالعنتريات لما كان حال السودان اليوم مقارنة مع ما كان حاله من قبل. هذه الحكومة عندما جاءت إلى السلطة الشعب السوداني كان مثل الشحادين، يقوموا من صلاة الصبح يقفوا في الصفوف عشان يتحصل على جالون بنزين، ولا يقف في الصف عشان ما يلقى رغيفتين عيش يعمل بها سندوتش لأولاده ويمشي يأكل عصيدة ولا يأكل هناك. لما جات الحكومة دي ما كان في سكر، الشعب السوداني ده كان بيشرب الشاي بالجكة. لما جات الحكومة دي ما كان في طرق، ما كان في تصنيع، ما كان لو كانت بتشتغل بالعنتريات كان ظلت تكرر العنتريات دي ولا تعمل شيء. والعيش المسوس وكل هذا كان موجود، ولكن الحمد لله بشغل مركز وباستراتيجية وبتخطيط احنا وصلنا للوضع اللي احنا موجودين فيه الآن.